السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيناكم في فيديو جديد بعد ما درنا الفيديو الاول فيما يخص بطاقة ريدوت باي. درنا الفيديو الاول كان يتحدث على كيفية التسجيل في بطاقة ريدوت باي، كيفاش تدي $5 مجانية. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو كيفاش تشحن ريدوت باي وحدك فقط وبواسطة بينونس فقط. الان سوف نشرع في الشرح. اولا ندخل البطاقة تاعنا ريدوت باي كما العادة هنايا، ومن بعد نروحو وين راهي مكتوبة ديبوزيت ندخلوا ليها الان، ومن بعد نخيروا العمله تاعنا يو اس دي تي هي الاولى، ونخيروا الشبكه تاعنا تي ار سيفا. عندنا او ار سيفا، تي ار سيفا، بي ام بي. نخيروا حنايا تي ار سيفا، سواء هنا نخدموا بالسكان سواء نخدموا بالشبكه تاعنا كيما حنايا كوبينا الشبكه تاعنا. بعد اخوتي نتوجهوا الى بينونس تاعنا اللي نشحنوا منه ريدوت باي، نروحوا الوالت تاعنا او محفظه، نروحوا الفاندينغ وهي للتمويل، ثم نروحوا ويثدراو. بعدها من نروحوا الويثدراو اللي هي السحب، نخيروا عملة اليو اس دي تي. اذا ما لقيتوهاش تروحوا على محرك البحث تكتبوا يو اس دي تي يطلع لكم، نضغطوا عليها ونديروا سند فيا كريبتو، ارسال عبر شبكة العملات الرقمية. وهنايا نحطوا الشبكة تاعنا اللي نسخناها الساعة هنايا، او نقدروا نخدموا بسكان، سواء واحد باغي يبعث لك في بينونس تفتح السكان هنايا تخدم لها بسكان بواسطة تي ار سيفا ويسكان لك وحدك. هنا نتورك نخيروا شبكة تي ار سيفا اللي موالفين نبعثوا بها حنايا طرون تي ار سيفا. هنا قال لك بالطرون تي ار سيفا مينيموم 10، حنايا نديرو 10 باش توصلنا ل 9، يدو عمولة تاع $1 للتحويل. ثم نديرو ويثدراو اللي هي تحويل، كيما هنا نشوف هي طرون تي ار سيفا يو اس دي تي 10 ويدولك $1 كعمولة للتحويل. الان نديرو كونفيرم وهكا ننتظروا لتأكيد بعدها ننتظر قليلا التحقيق الامني كيما هنا نديرها بالبصمه تاعي. نديرو باسكي نديرو التحقيق تاعنا الامني. بعد هنايا قلنا ويثدراو بروسيسينغ، هي معناتها قيد البحث راهي تفوت. هكذا عندك ماكسيموم 5 دقائق وتوصلك. بعد وصلني ايميل باللي ويثدراو سكسسفول، معناتها وصلني اليو اس دي تي تاعي. هاي كانت عندي 20، كون نديرو ريفريش قارعوا غير بضع ثواني باش توصلنا. هاي لو وصلتنا 9 يو اس دي تي، كانت عندي 20.21 يو اس دي تي، وصلتني 9. انا بعثت 10 وداو عمولة التحويل $1 تاعهم، معناتها وصلتني $9. وهكذا هنايا تقدروا، هذه هي بطاقة ريدوت باي، تقدروا تشري بها من الي اكسبريس، تقدروا تفعيل باي بال كليا، تقدر تشري بها من لي سيت نتفليكس، تقدر دير بها كلش. خوتي وصلنا إلى نهاية الفيديو هذا فيما يخص كيفية شحن بطاقة ريدوت باي بواسطة بينونس فقط، وكيفاش تشحنها وحدك فقط. إن شاء الله الفيديوهات القادمة نحوسوا على الطريقة باش ما يدوناش عمولات أكبر من $1. إن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم. إن شاء الله ما تنسوش دعمونا باشتراك للقناة وجيم وبارطاجوا المحتوى تاعنا مع اصحابكم اللي باش يستفادوا. واي سؤال خلوه هنا في التعليق، ولا كاش فيديو راكم باغيين نديرو لكم حول اي بطاقة بنكية، او سواء كيفاش تشتروا من الي اكسبريس، او سواء كيفاش تفتحوا بطاقة اخرى ولا تجنبوا السرقة، خلونا هنا في التعليقات تاعكم وحنا نجاوبوكم.